تعالوا نشوف ارخص عربيه زيرو من كل ماركه عربيات متقدمه عندنا في مصر ونقول راينا فيها بسرعه ونعرف السوق وصل مع بعض لفين. ارخص عربيه بتتقدم من هيونداي هي الاكسنت ار بي، سعر اول فئه منها 795 الف. العربيه عارفينها من زمان قوي، من ساعه ما كانت بتجيلنا مصر تقفيل كوري، والعربيه عمليه ولكن يعيبها انها فاضيه من تجهيزات الامان بالمقارنه بالمنافسين بتوعها. وارخص عربيه من رينو هي التاليانت بديل اللوجان. العربيه نازله اول فئه ب 799 الف جنيه، ما انتشرتش، وبسبب ان موتور الثلاثة سلندر ان هي 1000 سي سي تقدر تقول كده لسه مقلقين منها. وارخص عربيه من البي واي دي هي الاف 3، مفيش غيرها اصلا. العربيه دي مانيوال 650 الف جنيه والاوتوماتيك 730 الف جنيه. العربيه مبالغ في تسعيرها دلوقتي، وطبيعي مش هنسمع لها صوت وسط المنافسه الدايره في الفئه بتاعتها. انما بقى ارخص عربيه من بروتون هي الساجا، وسعرها 730 الف جنيه، ولكن السعر ده عليه تخفيضات وعليه عروض اليومين دول، لان الساجا المجمعه محليا نازله الشهر ده وهتكون ارخص من السعر ده. وارخص عربيه من النيسان هي طبعا الصني. عربيه اول فئه فيها اوتوماتيك 695 الف جنيه، عمليه اعتماديه قطع غيارها موجوده، ولكن يعيبها انها صاجها خفيف، مش ثابته قوي على الطريق، وكمان مش احسن حاجه في تجهيزات الامان، لكنها محققه نسب مبيعات رهيبه، اخرها لسه الشهر اللي فات. احنا طبعا ما دخلناش في الحاجات الجامده، احنا كنا نتكلم على الارخص الاقتصادي اللي على قدنا.